أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. النهاردة إن شاء الله جايين لكم بذكرى وفاة المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. هتقولوا لي انت عاملها على آخر اليوم، هقول لكم معلش اعذروني، كان عندي بعض الاشتغالات في أول اليوم وربنا يسر الأمر ولحقنا وعملناها في آخر اليوم. باختصار كده، الشيخ نصر الدين طوبار سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية، وكان من صغره كان يحب الابتهال والإنشاد الديني، وعين في الإذاعة سنة 1956 وهو من مواليد 1920 بقرية المنزلة محافظة الدقهلية. مركز الإشعارات. المنزلة اللي ما يعرفهاش بالنسبة للمكفوفين، منها أخونا وحبيبنا الشيخ صبري المنزلاوي، أصله من المنزلة الشيخ صبري المنزلاوي. طيب، درس المقامات الموسيقية على مدار عام كامل، ثم انضم للإذاعة بعد اختباره في المرة السابعة. وفي مثل هذا اليوم 16 من نوفمبر عام 1986 رحل عن عالمنا المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، وقد ترك لنا أثرا جميلا جدا. ابتهالات لي يعني: الله كان ولا شيء سواه، يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا، جل المنادي يا من أمنت يونس في بطن الحوت، يا بارئ الكون، حين الضحى من نور من، ترك لنا عظمة من الابتهالات. تعالوا نسمع الشيخ نصر الدين طوبار. الشيخ نصر شوية عشان الموبايل هحطه على الشاحن بس. مركز الإشعارات. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا مركز الإشعارات. تم الفصل. الأحد. الإعدادات. AC Screen Recorder. نافذة منبثقة. الإجراء الحالي في AC Screen. الإجراء الحالي. فهم متجر خارجي. صفحة 70.57. الإعدادات. صفحة 70.57. 10 من نوفمبر 2000. صفحة 4. لقطات الشاشة. أدوات علامة الفيديوهات. Open Drawer. زر تسجيل زر محدد. 9:42 بعد الظهر. يمكن تسجيل iShare. زر 9 من 27 في القائمة 27 عنصرا. تم رصد النص من 1600. محدد. 9 تسجيل زر. وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا مركز الإشعارات.
لك الأرض بما حوت من مياه جاريات وشوامخ راسيات يسبح لك الفضاء بما فيه من رياح زاريات وطيور صافات مركز الإشعارات. تسبح لك السماوات بما فيها
ما اعرف صراحة الفيديو. على فكرة هو بيقعد تاني المقطع عادي نزل كده. مركز الإشعارات. مركز الإشعارات.
بطن الحوت ونجيت موسى بالتابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت سبحانك 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 أنت الحي الذي لا يموت على فكرة وفي ابتهال سبحان الحليم الستار هدور عليه. تمام. ينادي جليل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا محي الذنوب قال المنادي ينادي قال المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا محي الذنوب بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا تواب يا رحيم
يا سبحان الحليم الستار هسيبكم شوية مع ده وهسيبكم شوية مع اللي بعديه. سبحان العليم القهار سبحان العظيم الجبار سبحان من لا تدركه الأبصار ولا يغير الليل ولا يبدل النهار سبحان يتجلى على عباده في الأسحار اقسم بالله الحته دي خلت جسمي لما الكل دلوقتي لقيتها سبحان من يتجلى على عبادي في الاسحار. ارجعها لكم تاني. مساء. يا ساقي العطاش في الصحراء. 7. مركز الإشعاع الإعداد 8 سكرين 8 سكرين ريكوردر. رجوع 8 سكرين ريكوردر. يا منقذي في شدتي يا مركز الإشعارات ديني
وطال ظلامه فإذا دجا ليلي وطال ظلامه مركز الإشعارات. ناديت يا كنت مركز الإشعارات. كنت ضيائي. سبحان. طيب على ما اعتقد احنا قعدنا ما يقرب من نص ساعة. لا اشوف حاجة عندي تاني للشيخ نصر تاني ولا لا. في هذه لا كده بص كده. يا المنادي هنختم ان شاء الله بجل المنادي ويا من امنت يا المنادي ينادي قال المنادي ينادي مركز الإشعارات. يا عبادي أنا محي الذنوب قال المنادي ينادي قال المنادي مركز الإشعارات. ينادي يا عبادي أنا محي الذنوب والأوزار بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك
الإشعارات. محمدا بنسيج العنكبوت سبحانك 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 أنت الحي الذي لا يموت. طيب تنويه بسيط جدا وعايز اخد فيه رأي المتابعين. احط النغمة اللي هي بتقول يا من امنت يونس ولا جل المنادي؟ الرأي ده انا اسيبه للمتابعين لحد ما يردوا عليا ان شاء الله. وحابب اقول حاجة تانية، ما ننساش ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الشيخ محمود خليل الحصري باختصار كده له حق علينا كبير جدا. الشيخ محمود خليل الحصري اللي نجد القرآن من التحريف حينما وجد قول الله تعالى في سورة المائدة في الآية رقم 64: وقالت اليهود يد الله مغلولة، متشال منها العين النقطة اللي على الغين، فكانت يعني أعوذ بالله يعني إن أنا أتشبه بهم يعني. وقالت اليهود يد الله معلولة علت أيديهم ولعنوا لما قالوا. طبعا لما رأى هذا الكلام في كتاب الله عز وجل قام بتسجيل أول مصحف مرتل، وهو مصحف الإذاعة المصرية بقصر المنفصل، وقام بعده بتسجيل المصحف المرتل أيضا بالمملكة العربية السعودية بمكبرات الصوت، وهذه النسخة على توسط المنفصل. وقام بعدها بتسجيل المصحف المعلم، والإذاعة تذيعه كل يوم في الساعة 7:05 أو 7:07 مع الزميلين سعد المطعني وإبراهيم خلف. كان قبل الزميل إبراهيم خلف الزميل أبو بكر عبد المعطي، وهم الآن في الجزء الخامس في سورة الفتح. توقفوا عند الآية 11. توقفوا عند الآية 11 من السورة. وكانوا قبل هذا الموعد كانوا يأتون في الساعة 10:03، وموعد 10:03 غير مناسب لبعض الناس الذي في عمله والذي في دراسته والذي في جامعته لم ولن يتناسب معه هذا الموعد. مركز الإشعارات. والنائم مثلا صلى الضحى ونام لن ولم يتناسب معه هذا الموعد. هم حطوا الموعد الصحيح للبرنامج وهو بعد صلاة العشاء. صلاة العشاء تسمع الحلقة بتاع كتابات إسلامية، ثم بعدها تسمع تلاوة قصيرة، ثم بعدها تسمع البرنامج إن شاء الله. طبعا في الذكرى بتاعته هنشغل المصحف المعلم. شاشة الفيديوهات. اللهم صل على محمد عبدك AC Screen Recorder. كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. مركز الإشعارات. باركت على إبراهيم كنا نصلي العشاء ونسمع حلقة كتابات إسلامية، ثم بعدها تلاوة قصيرة، ثم بعدها البرنامج. وزي ما أنا قلت حطوه في ميعاده الصح.
إن شاء الله في يوم ذكرى وفاته هنستعمل المصحف المعلم طبعا في إحدى الجمعيات الخيرية، وهي لا تخفى عليكم، جمعية النبراس، جزاها الله كل خير، جايبه لنا المصحف مقسم إلى آيات. وأحد أصدقائي المكفوفين أتاني به مقسم إلى 4. سنستعمل إن شاء الله النسخة الآيات إن شاء الله، أو 4 حسب ما يتيسر معنا إن شاء الله. تمام. والتلاوة لهذا اليوم ستكون بدءا من الآية 11 بعد 100 الأولى من سورة التوبة إلى نهاية الآية 16 من سورة يونس. ثم بعد المصحف المعلم قام بتسجيل الروايات، رواية ورش لمن يقرأ بها، ورواية قالون لمن يقرأ بها، ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري لمن يقرأ بها. هو الآن بجواري يعني يقرأ برواية ورش عن الإمام نافع المدني. لكنني أحب أن أسمعه في هذه الرواية، ولكن في سورة الزخرف والدخان والجاثية. ولا ننسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل التنبيهات على الكل. ولا ننسى أن نترحم على مبتهلين اليوم الشيخ نصر الدين طوبار. وأيضا قبل أن أنهي لا ننسى ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، قد نسيته ولكن تذكرته الآن. ذكرى وفاته بعد 3 أيام من هذا اليوم. اليوم هو 16، 17 غدا، 18 بعد غد، يوم 19 من نوفمبر، يعني بإذن الله يوم الأربعاء ستكون ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونأسف جدا على الإطالة. تسجيل زر.